بقى حديث الصباح والمساء، صداع في الزمالك. زيزو ايه يا عم؟ في ايه؟ زيزو اتعمل له اجزاء دلوقتي، الجزء الاول، الجزء الثاني، الثالث، مسلسل تركي. والله بقى مسلسل تركي والواحد قرف بصراحة. انا كل ما اطلع اتكلم عن زيزو ولا بتاع حتى، مع احترامي ليك يا زيزو، انت لعيب كبير ولعيب، بص، عملت مجهود كبير مع الزمالك على مدار السنتين ثلاثة، أو من ساعة ما جيت الزمالك وانت شايل الفريق يا عم، لكن مش 100 مليون. كل شويه ابوك يطلع يقول لك انا ليه الواد جاي عرض من الخليج. طب ما يوديه يا عم الخليج، يتوكل على الله. انت الزمالك 100 مليون. ما النهارده احمد سالم المتحدث الرسمي قال لك هنجيب فلوس منين؟ ما انت، ما الزمالك مديون. وقال لك يا ريت اتحاد الكوره يبص لنا بمنظور، ارحمونا يعني. مع الراجل بيقول لك ارحمونا، ما الزمالك مديون. ما فيش فلوس، الدنيا بايظه شويه في الزمالك. والله الواحد مشفق طبعا على الزمالك، لكن هو زيزو وابوه كل شويه كلمتين، كل شويه بيطلع في الصحافه يقول لك أنا مش عارف ايه. والنهارده طلع او صرح احمد حسن، الكابتن احمد حسن، عبر DMC في برنامجه، قال لك ان والد زيزو عايز 80 مليون جنيه و20 جنيه منحه اضافيه. 100 مليون جنيه في زيزو؟ يا عم خد اللي يرضيك. النهارده لو بصيت لمباراه الزمالك وبين الاسمده، مع احترامي لابويا الاسمده، زيزو واحد على واحد ما عداش. يعني واحد على واحد ما عداش اصلا. لو بصيت لاحصائيات، وسيبك من ضربه الجزاء اللي ضيعها، امهر لعيبه في العالم بتضيع ضربه جزاء، مش مشكله عادي. لكن انت لو بصيت في المجمل او عامه، مع احترامي لابويا الاسمده، زيزو ما يعني بقى مردود سيء جدا. يعني اقل من الجيد كمان، مقبول، لو اديته مقبول يبقى كويس. فين ده 100 مليون يعني؟ الزملكاوي او العاشق لنادي الزمالك هو اللي يقول يرد على السؤال دوت. ده 100 مليون؟ انتوا جاوبوا على السؤال. انتوا 100 مليون ده يا جماعه مش ممكن. مع احترامي لزيزو، لعيب كبير ولعيب شال الزمالك وعامل اداء ومفيش احمل واجمل من كده وهو بيلعب مع منتخب مصر، لكن اداء 100 مليون بصراحه الواحد مستغرب بصراحه. هتتعاقد مع ميسي وكل شويه يقول لك جلسه جديده، جلسه جديده. ايه يا عم؟ تعبنا من الجلسات يا عم. هتعمل جلسه فين؟ تلات القوه؟ على ايه يا جدع؟ انت في ايه يا عم؟ انت ارحم النادي انت وابوك، ما انت شايفين الدنيا ماشيه ازاي، والزمالك مديون دلوقتي وما فيش صفقات، وهجيب منين واحد يقول لي طب ما فيش صفقات. طب ما هجيب لك منين صفقات؟ طب تشيل سمعنا اللي هو مهاجم صن داونز الزمالك ده معروض على الزمالك، مش الزمالك هو راح فوضه، ده اتعرض على الزمالك. لو انتوا بتتكلموا على صفقات الزمالك، مفيش حتى هذه اللحظه الزمالك هيخش في صفقه. طب مفيش ماني، مفيش ماني يا جماعه. بالنسبه لزيزو. بالنسبه للجزيرة يا جماعه، الجزيرة هتبقى في جلسه قريب، هتعبنا من الجلسات والله. هتبقى في جلسه قريب. احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك قال لك هتبقى في جلسه قريب مع مسؤول الزمالك، وهيحلوا المشكله. واللاعب مرحب اللي هو تتحل مشكلته مع الزمالك، والراجل حابب يكمل رغم ان في عرض من الصفاقسي التونسي. ده بالنسبه لزيزو خلاص. وبالنسبه للنادي الاهلي، بيرسي تاو راح قطري خلاص يا جماعه، مقابل 160 دولار، 160 ألف دولار خلاص. بيرسي تاو راح القطري. قطري هيشتري عقد بيرسي تاو من النادي الأهلي، لو فاضل فيه 6 شهور لحد صيف 2025. بالتوفيق لبيرسي تاو. بيرسي تاو بصراحة يعني راجل عمل مجهود، وعمل المواسم اللي قضاها مع النادي الأهلي، سواء مع موسيماني ولا غيره من المدربين، وصلنا لكولر، وكولر فوقه. عشان نكون واضحين يا جماعة مع بعض، كولر فوق بيرسي تاو. بس لو بصيت على احصائياته، لا، فرق مع النادي الاهلي بالذات في بطوله افريقيا الموسم اللي فات، والموسم اللي قبل اللي فات اكتر كمان. فبصراحه تاو كان عامل شغل كويس مع النادي الاهلي. وبالتوفيق لتاو الفتره القادمه مع القطري. ده اخر مستجدات بالنسبه للصفقات او الاخبار المتداوله ودوشه الفتره الاخيره بقى، وزيزو ومش زيزو وبتاع. وبالنسبه لتريزيجيه يا جماعه، بالمناسبه تريزيجيه، النهارده اعلامي تركي قال لك ان زيزو عفوا تريزيجيه قريب من النادي الاهلي. تريزيجيه خلاص قريب من النادي الاهلي مقابل 1,700,000 يورو. ده الكلام اللي سمعناه النهارده من الاعلامي او تقارير تركيه. قال لك ان تريزيجيه في النادي الاهلي. اعلامي اسمه يول اوغلو اعلامي تركي في تركيا، قال لك تريزيجيه قريب من النادي الاهلي، وسيتم حسم الصفقه خلال الفتره قريبه جدا. تريزيجيه هيكون متواجد في النادي الاهلي زي ما قلت لكم. والنهارده 10 يناير،
ومفيش اي صفقة النادي الاهلي اعلن عنها. مش عارفين ايه الدنيا هتمشي عليها، هنشوف ونتابع الفترة القادمة ان شاء الله. واستنوني ان شاء الله باذن الله في مباراة الاهلي واستاد ابيجان الايفواري، مباراة مهمة في مصير او مشوار الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. وبالتوفيق لباقي الاندية. الزمالك هيلعب مباراة قدام بلاك بولز في الكونفدرالية، كذلك المصري هيلعب قدام انيمبا النيجيري، وبيراميدز عنده مباراة مهمة أيضا في بطولة دوري الأبطال. بالتوفيق للفرسان الأربعة إن شاء الله في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية. استنوني إن شاء الله بإذن الله في لقاء الأهلي واستاد أبيجان الأوفاري. كل التوفيق للقلعة الحمراء إن شاء الله. السلام عليكم.